بطلنا فار واسمه فريد. الفار فريد كان عايش في فتحة جوه حيطة في ركن من أركان بيتنا، وده المكان اللي عايش فيه من زمان قوي. الفار فريد وهو صغير كان كل يوم الصبح يصحى بدري من النوم ويقعد يستنى سندوتش الجبنة بتاعه اللي هياكله على الفطار. أوقات كان بيبقى نايم كويس وأوقات تانية لأ، أصله كان بيخاف من الضلمة. فريد كان عارف إنه مش وحده اللي بيخاف، في فران تانية بتخاف من الكلاب وفران بتخاف من القطط، وكان بيسمع إن في بني آدمين بيخافوا من العناكب والتعابين ومن حاجات تانية كتير. لكن بالنسبة لفريد الضلمة كانت هي اللي بتخوفه. ولما كان بيدخل سريره بالليل ومامته تطفي النور، فريد كان بيحس إنه خايف. ماما كانت بتسيب حتة منورة في الممر عشان فريد يطمن، لكن ده كان بيخلي الموضوع أسوأ بكتير، لأن النور البسيط ده كان بيعمل خيال كبير للحاجات على الحيطان، وكأن في حد بيتحرك في الضلمة. لما كان فريد أصغر شوية كان متعود إنه لما يبقى خايف يجري ويروح ينام جنب مامته وباباه في السرير بتاعهم، وكان بيحس بالأمان بمجرد ما يكون في حد جنبه. لكن دلوقتي قالوله إنه بقى فار كبير ولازم يتعود ينام لوحده في سريره. ومامته كانت بتعمل حاجة لطيفة جدا، كانت بتقعد جنبه على السرير قبل النوم وتقرأ له قصص، وساعتها كان بينسى الخوف ويفضل يفكر في القصة. لكن ساعات الأفكار عن الضلمة كانت بتيجي في دماغه تاني ويفضل يفكر فيها ويحس بالخوف. وفي يوم من الأيام بعد ما فريد أكل ساندوتش الجبنة بتاعه خرج يدور على صاحبه الدب فاضل، وسأله: يا ترى في وقت بتحس فيه بالخوف؟ فاضل فكر شوية وقال له: أنا ساعات بكون خايف إني ألاقي برطمان العسل فاضي. فريد كان شايف إن الخوف ده مختلف عن الخوف اللي هو يقصده، بس برضه سأل فاضل: طيب لما بتكون خايف يا ترى بتعمل إيه؟ رد عليه فاضل: بروح أبص على البرطمان وأشوف فيه عسل ولا لأ، ولو لقيت فيه عسل ساعتها بعرف إني مش محتاجة أبقى خايف. يعني لما بخاف من حاجة بروح أتأكد إذا كانت حقيقية ولا لأ. فريد ما كانش متأكد إن دي الإجابة اللي هو بيدور عليها، وقرر إنه يروح للقطة نونا. وأول ما شافها سألها: هو أنتي بتعملي إيه لما تحسي بالخوف؟ قالت له: أنا زي كل القطط بخاف من الكلاب. صحيح شوية من الكلاب بتكون لطيفة ومش بتأذيني، لكن شوية منهم بيكونوا مش لطاف خالص، ودول بقى حاجة كويسة إني لما أقابلهم أحس بالخوف. الخوف بيديني طاقة إني أجري لبعيد عشان أحمي نفسي. أنا شايفة إنه مهم نتعلم نفرق بين الحاجات اللي محتاجين نخاف منها والحاجات اللي مش بتخوف بجد. فريد قال: يعني انتي بتتأكدي الأول لو الحاجة دي تخوف ولا لأ؟ نونا كملت كلامها وقالت له: زي ما انت شايف انت بتقدر تيجي تتكلم معايا، وده معناه انك بتعرف تتغلب على الخوف من القطط اللي بيكون عادة عند كل الفئران، وده لانك عارف اني صاحبتك وانه مفيش داعي تخاف لما تكون الدنيا امان. وفي نفس الوقت مهم ومفيد انك تخاف من القطط التانية اللي بتشوف ان الفئران حاجة ينفع ياكلوها ومش بيعتبروهم صحابهم. فريد ما كانش فكر في الموضوع بالطريقة دي قبل كده، ولما شاف الطريقة دي كان حاسس بالثقة، وفضل يفكر في كلام نونا واكتشف انه في نوع من الخوف اللي هو يقدر يتغلب عليه. فريد قرر يروح يتكلم مع صاحبه مازن اللي كان قاعد بيفطر على الترابيزة في الجنينة. وأول ما فريد شافه سأله على طول: يا ترى بتعمل إيه يا مازن لما بتكون خايف؟ مازن قال له: أنا ساعات بحس إني خايف لو ماما زعقت لي، أصل ماما مش بتزعق كتير، وغالبا ده اللي بيخليني خايف. لما ده بيحصل أنا ببقى عارف إنها مش هتفضل غضبانة على طول، وعشان كده ببقى متأكد إن أنا كمان مش هفضل خايف على طول، فبفكر نفسي إن المشاعر بتروح وبتتغير، وساعتها بحاول أعمل حاجة تحسسني بإحساس حلو، زي مثلا إني أروح أحضن ماما لو هي زعلانة، أو أقعد ألعب شوية بحاجة أنا بحبها، ودايما برجع أحس إني أحسن. الليلة دي لما فريد دخل ينام في سريره كان في أفكار كتير في دماغه عن الكلام اللي حصل طول اليوم.
تفتكروا اتعلم ايه من الحاجات اللي صحابه قالوله انهم بيعملوها؟ يا ترى يطلب من مامته تحكي له قصة عشان ينسى بيها الأفكار اللي في دماغه؟ أصل الحكايات دي كانت بتجيب نتيجة قبل كده. ولا يقوم يبص على الأوضة بتاعته زي ما فاضل بيعمل مع برطمان العسل بتاعه عشان يطمن نفسه ويتأكد إنه مفيش داعي للخوف؟ أو يمكن يعمل زي نونة ويتأكد إذا كان فيه خوف أو تهديد حقيقي ولا لأ. طب لو فيه، هيعمل إيه ساعتها؟ ولو مفيش، هيقدر يهدي نفسه إزاي عشان ينام في هدوء وراحة؟ ولا يعمل زي صاحبه مازن ويقول لنفسه إن مشاعر الخوف دي هتعدي ومش هتفضل موجودة على طول؟ تفتكر الفار فريد عمل إيه؟ يا ترى نفذ أنه نصيحة فيهم؟ يا ترى عمل جزء من الحاجات دي ولا عملهم كلهم؟ ولا يمكن فكر بنفسه ووصل لحاجات مناسبة ليه ويقدر يعملها بنفسه؟ بغض النظر عن اللي عمله فريد، اللي أنا عارفاه إنه قدر ينام الليلة دي نوم هادي ومريح في سريره اللي جوه الفتحة الصغيرة اللي في حيطة في ركن من أركان بيتنا.